33 اللي هي بيخرج في 4 مسارات في اتجاهات مختلفة. في مسارين من محطة واو الحرارية، محطة واو الحرارية اكتملت الآن، اكتمل البناء فيه والكهرباء الآن موجود. في خط في بالغرب من واوا إلى دولغو، ثم إلى فريق، ثم إلى مشاكيلة، إلى أن يلتئم مع الخط القادم من دنقلة، من محطة كهرباء دنقلة بالضفة الشرقية اللي هي أصلا بدأت من تنبس والآن في كوبودي. المسار الثاني انطلق أيضا من مكجور على تخوم محلية دنقلة الشقيقة. الآن وصلت إلى منطقة الشوهني. هنالك 3 قرى الآن تم إنارتها قبل يومين، وهنا أيضا نحيي أهلي وعشيرتي في الشوهنك وعلى رأسهم الباشمهندس الأخ إبراهيم لوقفتهم ولمتابعتهم اللصيقة مع هذه المحلية وللجهد الشعبي الكبير البذل. والآن يمكن ما صرفنا نحن الآن في الكهرباء أكثر من 22 مليار جنيه. بالقديم بالجديد 22 ألف جنيه، ده كلها أغلبها باستثناء 8 مليار من 8 ألف من الحكومة، أغلب باقيها كلها جهد شعبي، جهد محلي، جهد ولايي من عائداتنا المحلية. يمكن ومن من الدعم الشعبي من بعض المواطنين. المطلوب الآن كل المواطنين حقه، يعني لدينا مهندس متفرغ لتقديرات الضغط المنخفض، الضغط المتوسط علينا وعلى المركز وعلى الولاية، وماشيين فيه إن شاء الله ولن نتوقف. الآن العمل يسير على 22 كيلو شرقا من اتجاه واوا. كذلك العمل يسير من اتجاه دنقلة إلى اتجاه غرب سمد. هنالك 7 كيلو ونص في داخل جزيرة سمد تتحملوه مواطني سمد على بكرة أبيهم، والآن يتسابقون في دفع، وأنا متأكد جدا لو مشوا بالحماس اللي هم فيه الآن أيضا سنجد منهم دعم شعبي حتى في الضغط المتوسط من بعد يمكن من بعد اتجاهات اللي احنا بنحتاجها حقيقة الآن. نقول أنه المسافة الباقية أقل من الآن أنجزنا 60 كيلو في ال 60 كيلو من جملة 228 كيلو. عندنا مبلغ الآن في الخرطوم سنشتري به إن شاء الله كميات وفيرة من الأعمدة تغطي لنا بكل فخر. أقول ممكن أن هذا المبلغ استخرناه في الأعمدة بتغطي لنا تكلفة الضغط المتوسط في الأعمدة، بيكون بتبقى لنا الأسلاك. بعد ذلك بنجي للضغط المنخفض. الضغط المنخفض أصلا في حسابات مشروع الكهرباء وفي صناعة الكهرباء الضغط المتوسط على المواطنين. وهنا يمكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا حتى في خدمة إنسان المحلية، إذا يسرت لنا إن شاء الله أن نكمل الخطوط إن شاء الله نساعد الإخوان الأهل في الضغط حتى في الضغط المنخفض. ولكن نقول لهم لحد ما نحن نجي نكمل قد يكون هنالك أيام وشهور، فعليهم أن يجهزوا من الآن في تدبير أو في إمكانيات في توفير إمكانيات للضغط المنخفض. أيضا هناك تسهيلات من الحكومة في توفير الدعم اللازم في الضغط المنخفض من الاستدانة من البنوك المصرفية. لدينا مبلغ نتوقع إن شاء الله في ميزانية العام الجديد في كهرب في 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 في, في الضغط المنخفض للمشاريع الزراعية. ونحن الآن لدينا 1126 مشروع صغير. ولما نقول مشروع صغير نعني به مشاريع صغيرة من بوصة 5 ل 10 حيازات على النيل. لدينا أكثر من 34 مشروع كبير. أيضا الدراسات جاهزة لهذه المشاريع زي مشروع سلام، مشروع كجبار، مشروع كوكا. المبلغ أي مبلغ يجينا في كهرباء المشاريع الزراعية إن شاء الله حيكون دعم وسند لنا إن شاء الله في الضغط المتوسط والضغط المنخفض ان شاء الله. طيب نحن تكلمنا عن كل بوادر الحياه يمكن الموجوده في محليه دلقو، عايزينك برضو تسلط لنا الضوء على اهم المحاصيل الاقتصاديه المزروعه في المحليه، برضو سلط لنا الضوء على المشروع على الموسم الشتوي واستعدادات المزارعين له. يمكن أهم الآن يتم الآن نقوم بزراعة كل المحاصيل الشتوية. عندنا زي 7000 فدان مزروعة من كل المحاصيل الشتوية، سواء كان قمح، فول، شمار، بطاطس. والآن أنا لا أبالغ إن قلت نحن نغذي سوق الخرطوم المركزي
من بطاطس إنتاج من سهول كوكا وسهول كجبار. يمكن على مغربة منا ما بعيد، إن شاء الله تكونوا شفتوا شاهدتوا. لدينا 4 ل 7 عربات بتطلع تنطلق يوميا. أنا بنفسي وقفت في السوق المركزي صباحا 3 صباحا وسألت كل الأصقاع الدنيا يا إخوانا في بطاطس خش الليلة؟ قالوا والله لقيت إخواننا أهلنا اللي بيزرعوا. ونحيي أهلنا المزارعين في الريف الشمالي من درمان أتوا إلينا ليزرعوا لنا إن شاء الله هذا البطاطس. الآن إنتاج دلجو من البطاطس الآن يغذي سوق المركز الخرطوم. طيب نحن نستمعك عذرا بنرجع فاصل ونجيك تاني. إن شاء الله.